السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في فيديو جديد في قناة ليدوز. والنهاردة هنتكلم عن ماتش بين الأهلي والمصري في دور التمانية. اللي هيكسب هيطلع دور الأربعة قبل النهائي. الماتش ده كان غريب جدا، وصل لغاية الدقيقة 95 أو الدقيقة 94 وكانت النتيجة 0-0، وكان الحكم مدي 7 دقايق وقت بدل ضايع عشان نعرف قيمة الأهلي بس وإن ربنا بيكرمه، عشان اللعيبة دي فعلا تعبانة وبتشتغل كويس وربنا بيكرمها. الدقيقة 95 نادي المصري أحرز هدف عن طريق المهاجم مروان حمدي في الدقيقة 95 بالظبط. الكورة اترفعت من كورنر، حسين السيد رفعها لاعب الأهلي السابق، مروان حمدي دخل حطها براسه في الدقيقة 95 على شمال محمد الشناوي. الدقيقة 95 دي في مباراة في نهائي الكاس أو في مباراة سوري، خروج المغلوب في الدقيقة 95 في الوقت بدل الضايع، معناها ان الفرقة دي انتهت خلاص وخلاص الاهلي خرج من بطولة الكاس. ده طبيعي في اي حتة في الدنيا. انما هجوم الاهلي سنتر من هنا وطلع ضغط على فرقة النادي المصري جوه ال 18 لغاية ما الجلاصي غلط في جوه ال 18 وهو معاه الكورة. تصرف غريب جدا وهو ماسك الكورة، المفروض بقى يطلع الكورة بره الدقيقة 96 7، خلاص انتهت الماتش يعني. شد حسين الشحات من التيشيرت بتاعه وضربة جزاء صحيحة بنسبة 100%. واللي احنا شايفينه ده دكة الاحتياطي بتاعت النادي الأهلي بتتفرج على 3 دقايق أو 4 دقايق هيحكيهم التاريخ. احنا بنتفرج فريق في الدقيقة 95 دخل فيه جون، في الدقيقة 97 أو قبل 97 بيجيله ضربة جزاء صحيحة بنسبة 100% من ضغط النادي الأهلي، لأن دي قيمة النادي الأهلي. مش معنى ان انا جاي فيها جون في الدقيقه 95 والماتش انتهى خلاص اي فريق في الدنيا خلاص بييأس والموضوع بينتهي. لا، ضغطوا عليهم لغايه ما غلطوهم في قلب ال 18 وخلوهم خلى جلاصي يمسك حسين الشحات من التيشيرت بتاعه ويشده وقعه في الارض، وضربة جزاء صحيحه بنسبه 100%. وحتى الحكم ما راحش للفار لان الدنيا كلها اتفرجت على التيشيرت وهو بيتشد، وحول الاهلي من هزيمة في الدقيقة 95 لتعادل في الدقيقة 97. طبعا علي معلول دخل حط الكورة في الجون. طبعا شايفين المناوشات طبعا اللي حصلت من دكة البدلاء بتاعة النادي المصري وعلي ماهر واللي عمله طبعا، وكان يستحق الطرد. وانا ما اعرفش علي ماهر ده، المفروض ان ده لعيب كان في النادي الاهلي، وكان معظم الزملكاويه يقول لك علي ماهر بيفوت لكم الماتشات بتاعته، وكان بيلعب في فيوتشر بيفوت لكم الماتشات بتاعته. عمر ما علي ماهر فوت لنا ماتش. وعلي ماهر بيموت نفسه قدام الاهلي عشان يثبت للاهلي ان هو مدير فني على درجه عاليه، وان كولر ان هو احسن من كولر، وان هو ممكن يكسب كولر ده اللي انتوا جايبينه. ونفس النظام برضو مع عماد النحاس، برضو اي ماتشات للنادي الاهلي ضد حد من ولادها مدربين بتبقى ماتشات قوية جدا، والاهلي بيكسب بصعوبة لان الفرقة بتقفل عليه بالطول والعرض في الملعب كله، وبيبقى عارف مفاتيح اللعب في الاهلي، وبيموت نفسه في الماتش دوت وبيشحن اللعيبة عشان خاطر زي ما احنا شايفين علي ماهر الاعتراضات، وكان يستحق فعلا الطرد. دي تصرف احنا شايفينه. بص علي ماهر بيعمل ايه، مش مصدق طبعا اللي حصل و... وهيموت فعلا. يعني انا شفته امبارح كان هيموت في الماتش. ازاي كان هيكسب النادي الاهلي في اخر لحظات 95؟ دايما كان بيقولوا ان الاهلي هو ملك الدقيقة 90 بلس 90. فتخيل بقى لما يكون بلس 95 فريق يعلي عليه يجيب جون في الدقيقة 95، فالاهلي يعلي عليه تاني ويجيب في الدقيقة 97 تبقى بلس 97 عشان تتحول النتيجة لواحد واحد ويلعبوا أشواط إضافية ويفوز الأهلي 2-1 بهدف لابن الجزائر أحمد القندوسي. هدف جميل جدا طبعا من بصة من قفشة لقندوسي، يرقص ويخش قبل ال 18 ويركن الكورة في زاوية قاتلة لمحمد جاد عشان تنتهي المباراة بفوز النادي الأهلي على نادي المصري. ريمونتادا
غير طبيعية طبعا هيحكيها التاريخ. التصوير اللي احنا شايفينه ده كله على دكة البدلاء، ودي انفعالات اللعيبة بالظبط 6 دقايق من ساعة ما المصري جاب الجون بتاعه لغاية ما الأهلي تفوق، اتعادل، جات له ضربة الجزاء أحرزها علي معلول بأعصاب يحسد عليها. الفرقة كانت خلاص خرجت رسمي، خلاص خرجت من دور الثمانية، وكنا هنبارك للمصري لأن هو لعب فعلا ماتش كويس جدا. برضو لسه انفعالات دكة البدلاء، وكان يستحق فعلا علي ماهر الطرد. شايفين الأسلوب بتاع الشحن بتاع نادي المصري ودول الإداريين. كابتن علي ماهر اتطرد زي ما احنا شايفين كده، وطبعا مش عاجبه اللي حصل طبعا في الماتش، مع ان دي غلطة واردة يعني، كرة القدم ياما فيها بيحصل يعني. بيغادر أرض الملعب مطرود، وهي دي نتيجة الشحن الزايد، ودي مباريات الأهلي والمصري دايما بتبقى كده للأسف.